زريب باريكيان، اليوم جايين نقول لك مبروك، نشاركك هالفرحة اليوم بعد 15 سنة. هيك خبرني بسرعة، شو هي أكتر صعوبات واجهتك زريب؟ الصعوبات عقلية العالم كتير صعبة. يعني بتيجي بتعطيهم مشروع بيقولوا ايه، بنصير على الأرض بيرجعوا بيقولوا لا، فبنرجع بننشئ على هن اللي بدهم اياه، بيرجعوا بيندموا بس يصير الحفل. اليوم 15 سنة بيمرقوا، يمكن الواحد ما بيكون عم يحس فيهم إلا بس يبلش يعد. فخبرنا يعني اليوم لوين الطموحات اللي جاية، لأنه الواحد على عدد بصير يكبر هيك أفاقه. بيروتكم شو طموحاتها؟ السما. نحن سوا. اكيد كل انسان طموحه انه يوصل، يكون عنده هدف. هدف يصير وزير، وعم بشتغل عليها، وان شاء الله يا رب اني اوصل عليها. هذا طموح سياسي صار. ايه، ما صرنا على الشق السياسي كمان. لا اكيد طموحي انه يرجع البلد، يرجع يعمل السياحه، الوطن يرجع بألف خير، وان شاء الله يا رب رح يرجع لنا الوطن. اليوم أكثر شيء كنت أنت على الأرض كل هالسنين مع الناس، سياسيا اقتصاديا أو فنيا، بتحس أكثر شيء يعني قلت بدك تكون وزير، شو هو القطاع اللي بتحسه ضروري وبشكل طارئ يصير فيه نفضة؟ سياحة. بدي أقول شغلة من كل قلبي، نحن بلد الأديان، أرض القداسة، صدقوني أرض قداسة هون. نحن 18 طائفة كلنا إيد وحدة. خلي هالسياسيين يبعدوا عنا شوي صغيرة، نحن كتير بننبسط، نحن كتير بنفرح. اليوم مجموعين كل الطوائف موجودة، ما رح سمي من دون استثناء، كلهم هون، كلنا ايد وحدة. نحن منحب هالبلد وحنضلنا هون تنساعد الناس وتنحط نحن كل جهدنا كرمال نساعد بقطاع الصحة، لأنه تخيل إذا كل حدا بيفل إنه ما بيبقى في بلد وهيك. فهو أحسن شيء كل واحد بمجاله يعطي من حاله وما يفكر بشيء تاني، ما يفكر. قطاع الصحة بلبنان يعتبر نمبر 1 بالعالم العربي. وأنا بقول وبعدها هالناس بعد اللبنانية عن جد وين ما يروحوا بيبدعوا، فليه ما بيبقوا هون وبيحطوا هالإبداع بقلب هالبلد. بتول عبد الله، اليوم نحن عم نشارك الاعلامي زريب باريكيان بهالمناسبه المميزه. قد ايه بتشوفي اليوم المواقع الالكترونيه عم بتجاري على السوشيال ميديا، لانه بتعرفي السرعه صارت كل يوم. المواقع الإلكترونية اليوم أهم شغلة فيها، أهم صفة تكون موجودة باللي عم بيدروها هي السرعة والمصداقية بنقل أي خبر، ودايما أنه يكون العنوان متطابق مع ما هو داخل الخبر، لأنه للأسف كتير مواقع بتعتمد أنه هي تحط عناوين غير مطابقة لما يحتوي الخبر، وهذا الشيء طبعا بفقدها المصداقية. لو حصلت مرة واحدة على مليون فيو، تاني يوم ما في عندها متابعين. فهيدي أهم نقطة، وزريق أكيد معروف بمصداقيته، بمحبة الناس له، بمحبة الفنانين له، بمحبة الإعلاميين والصحفيين الزملاء له. نحن بنحبه لزري وبنقول له ألف مبروك السنوية ال15، وكان لي شرف أكون حاضرة اليوم بهيدا الإيفنت. سيدة هلا العاشا، عم نقول لك اليوم مبروك على هالتكريم والتقدير بهالايفنت. خبريني هيك، انت صديقة الفنانات كلهم بيجوا لعندك، شو سر هالصداقة؟ ثانك يو لك. اول شيء انا بدي اتشكر زاري بعيد ال15 سنه على المؤسسه، له ينعاد عليك بالصحه وبالعافيه. ثانيا صديقه الفنانين، الصدق وصلنا لهون، هيدي اول شغله، الصدق والمعامله بعز انهيار البلد. نحن وقفنا حد العالم، اشرعنا كل العالم، خلي العالم تشوف الحقيقه. ثانيا هذا التكريم اللي كرمني فيه عمليه سوربريز، هذا بيعني لك شيء، بيعني لي كثير لإلي على الصعيد المعنوي، وبيزيدني قوه واصرار على تكمله عملي كمهنتي بالاوبتيك. كل العالم تعيط لي سوزي، يعني نسيوا انه اسمي جويس. حتى هلا كنا بالايفنت يعني عم نحكي قال شو سوزي طلعت فيك، فبحس انه سوزي عايشه معي الحمد لله. بتايلاند عم مثل لبنان بمستر انترناشونال، والحمد لله حصلت على 4 ألقاب واخذت ضجه عالميه وورد وايد كثير قويه. بدي اقول كلمه من كل قلبي لفاطمه داوود. فاطمه انسانه بتستاهل كل الخير. فاطمه جباره، جدع مثل ما بيقولوا، مثابره، بتهجم، ما بتخاف من حدا.
لحتى توصل كلمة الحق. فاطمة بيروتكم بدي أقول لكم ثانك يو كثير، ثانك يو لحضوركم. هذا شرف كثير كبير لإلي.